السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا الباميه خلاص بقى قربت تمشي، فيلا بقى اللي ما يخزنش يخزن اليومين دول، لان بعد كده هتلاقوها مدوده ومش حلوه. فاليومين دول لسه حلوه وزي ما انتم شايفينها خضره وطازه وكلها صغيره. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. بسم الله ونبتدي. لما اجي اشتري الباميه اللي تكون خضره وطازه، ما اجيبهاش اللي هي تبقى طريه وبايته. لازم تكون طازه عشان لما اشيلها تقعد معايا فتره طويله. واجيبها انقعها كده في شويه ميه زي ما هي، وبعد كده اروح غسلها تحت الحنفيه. انا بغسلها بالواحده، واحده واحده كده، امسكها اغسلها واشيل اي حاجه فيها واخليها زي الفل، واروح حطها في مصفى. بعد كده هقمعها، اشيل طبعا القمع بتاعها من فوق واشيل الحته الرفيعه اللي من تحت. وهروح بقى حاطه حله على النار، حله كده كبيره حسب طبعا كميه الباميه بتاعتك. واسيبها بقى لما تغلي، ميه زي بتاعت المكرونه، واروح حاطه لها شويه ملح. واول ما تغلي هروح نازله بالباميه بتاعتي، مش هخليها تغلي معايا، انا مش هسويها. انا يا دوبك احطها في الميه المغليه، اديها تقلبتين ثلاثه، واروح على طول مصفياها. شايفين لونها؟ لونها اخضر وحلوه جدا، لان انا جايباها طازه وجايباها كلها مقاس واحد، صغيره وحلوه كلها كده مقاس واحد، بتبقى شكلها حلو قوي في الاكل. كده بقى هطفي عليها وهصفيها، هروح على طول احطها تحت الحنفيه عشان اوقف عمليه السوا بتاعتها. وممكن لو عايزه تحطيها في ميه بتلج ممكن تحطيها، لكن انا بحطها تحت الحنفيه عادي. بعد ما شطفتها كده تحت الحنفيه ونزلت الميه السخنه منها، هسيبها بقى في المصفى كده لغايه ما تنزل الميه بتاعتها خالص. هخليها كده من غير ميه وتبقى ناشفه عشان اعرف افرزها. وهنفرز برضو الباميه الويكا. جبت الباميه الويكا اللي هي الكبيره شويه، غسلتها طبعا كويس قوي ورحت مقطعاها حلقات رفيعه. ممكن تفرزيها بطريقتين. انا هفرزها ان انا احطها في اكياس التلاجة على طول، طبعا كل كيس حسب الكميه اللي انت بتحتاجيها. والطريقه التانية ان انت ممكن تحطيها في شويه شوربه صغيره وتديها غلوه على النار وتسيبيها لما تبرد، وتحطيها في الاكياس او العلب. واهم حاجه قبل ما اقفل الكيس اطلع منه الهواء عشان ما يبوظليش الحاجه، اطلع منه الهواء كده واروح قافلاه من فوق زي ما انتوا شايفين كده. اما بقى الباميه فروحت بقى شايلها برضو في اكياس التلاجة، طبعا حسب الكميه اللي انت بتحتاجيها. واهم حاجه برضو نطلع منها الهواء خالص ونروح قافلين الكيس. وزي ما انتوا شايفين كده فرزنا الباميه اللي احنا هنطبخها والباميه الويكا. بعد كده بقى هناخدهم ونشيلهم في الفريزر وهيقعدوا معاكي لمدة سنة. بس أهم حاجة ما تخليش البامية تغلي في المية كتير، هي يا دوبك تقلبيها تقلبتين تلاتة وعلى طول تروحي مصفياها وحطها في مية بتلج أو تحت الحنفية. ما تستنيش لما المية تغلي والبامية فيها. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم، تطلع البامية أكنك لسه جايباها طازة. واهم حاجه بقى ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.